بالفيديو انهيار وصدمة في الإعلام الجزائري بعد تكريم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للاعبي المنتخب المغربي بعد فوزهم على الجزائر في كأس إفريقيا وتأهلهم للمونديال، والدراج ينفجر ويغادر الاستوديو بسبب هذه اللقطة. ولكن إذا كنت سعيد بفوز المنتخب المغربي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم. بعد فوز المنتخب المغربي بثلاثية على المنتخب الجزائري وتأهل المنتخب المغربي للمونديال للناشئين عن جدارة واستحقاق بعد الفوز في كأس إفريقيا على الجزائر، فقد نقلت وكالة الأنباء الجزائرية قبل قليل أخبارا وصورا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يظهر فيهم هذا الأخير وهو يقوم بتكريم المنتخب المغربي في القصر الرئاسي بالجزائر بعد الفوز المستحق الذي حققوه على المنتخب الجزائري. وقد تناول معهم الغداء مؤكدا تبون على أن هذا الفوز فخر لنا جميعا، وخسارة المنتخب الجزائري أمامكم يا أشبال لا تعد خسارة بل فرحة لنا جميعا، ولا توجد أي فرق سواء فاز المنتخب المغربي أو الجزائري، فنحن إخوة وشعب واحد ولن تفارقنا كرة القدم. وأنت ما رأيك في كلام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؟ ننتظر آراءكم في خانة التعليقات.